عشان مرة ابوك الحاج وهبه ثانيه. ابا مش عارفين نتلم عليه. ليه؟ عمال ينزل الكوره بيشطف زي الصغار طبعا. اسكت عليه ده عين من يوم. اهلا يا مرحب. ده احنا كنا لسه في سير. يا جدع سبحان الله يا حجاج. ايه عامله ايه؟ الحمد لله. مالك بتنفخ كده ليه؟ الجو هيولع. هيولع؟ الجو هيولع يا راجل طب بس كفايه كفايه. على هذا ويولع اكتر يا جدع من الكذب والكذابين. من ايه؟ من الكذب يا ساتر والكذابين. يا رب. اعوذ بالله يا راجل. يا ساتر. ده انا قعدت مع واحد دلوقتي كان هيحرقني بكذبه. ليه؟ اسكت. يا عم سيبك منه، هم احكي لنا انت بس عن ظروفك في الدنيا عامله ازاي دلوقتي. الواد بيقول ابوه بيشطف في الطرعه ومش عارف وكان ومن يومين كان مسافر انت بتشطف في الطرعه زي العيال صحيح؟ دك عم نول. دك عم نول. دك عم نول؟ ايه مين دك ده؟ عم نول يعني. ايه ايوه. ماشي جنب النيل. ده مين ده؟ قال أيوة. جنب البحر. ايه. ولقيت لك القرموط عمال يبقى لك كده. قراميط. دك نيل عم بقى نول. بحر كبير. في البحر. في البحر. البحر اللي هو الواسع ده. ايوه البحر. طبعا تعمل ايش كان لو انت مكاني؟ كان معاك سناره طبعا. سناره؟ إيه؟ هجيب سناره منين؟ ولو ما جبت السناره هلاقي طعام. يبقى مش هتعرف تصيد، يبقى هيصعب عليك القراميط وهي عماله تبلعط كده وانت شايف قدامك في البحر ده بحر ما تقدرش تنزل. وحياتك يا حجاج رحت سادد سدي من هنا وسديت سدي من هنا في البحر. في قلب النيل قلب البحر. سديت سد في البحر. ايوه. ده جبت له كام كراكه ده؟ كراكه؟ أمال ده انا إيه؟ كنت اغطس اجيب شويه الطينه ولب. اجيب شويه اللهم صل الطينه على ولب. النبي. لا ايوه لا عندك المشكله ما كانتش تعملها. المشكله ما كانتش في كده. المشكله كانت فيها بقى بعد ما شودف ونشفتها. وشودفتها كمان. ايوه نشفت على الاخر والقراميط كانت عماله تطبع لك كده اهو. اللهم صل على النبي. لا، ولقيت ده لك عندك بعيد عنك بتاع سفينه جايه لانش اللي بيقول عليه ده البتاع ايه؟ وعليه غفر السواح. مسكوني عزقوني علقه. ليش اكيد كانوا عايزين يسمعوك في السماء؟ لا قالوا لي الناس بتسقي في الغيطان وانت قافل عليهم المايه. لا والله. شفت يا عم الناس وعاملينها. لا صحيح. وانت ما بتحبش الكيد. ابد ده انا كنت بقول لك وقعد مع واحد كنت هتحرق في الحر ده بسبب الكده. ما انت شكلها هتحرق وانا قاعد. ايوه وبعدين؟ رحت راكب القطر. القطر ماشي على سرعه 150 كيلو في الساعه. 150 كيلو في الساعه. القطر. ايوه التوربيني ده الايطالي الاسباني النرويجي البنغالي الافغانستان. 150 كيلو. ايوه. وبصيت يا حجاج من الشباك انا بحب اقعد جنب الشباك عشان الهوا. استر عليا يا ربك. ايوه. ولقيت لك عيل متشعلق في شجره في جباط. ظبطه؟ زباطه. ظبطه؟ ايه عزبه اسمها عزبه الزباط. وانا إيه. رحت يا حجاج رحت زي الافلام الهندي كده. رحت ناطط من القطر وفضلت اتقلب ايوه. لحد ما ورحت بعد ما اتقلبت لتحت خالص كده. ورحت طاير لفوق كده اهو فوق الشجر. ورحت مكلبش في الواد قفاش. ورحت مبوط فيه ورحت ناس وانا بنزل بالواد. إيه. لقيت لك الناس بتاعت البلد راحوا ملمومين عليا وده يحبني من هنا وده يبوسني من هنا عشان وطخ طخ أنقذت طخ الواد. طخ 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 طخ. انقذت الواد. راحوا اكرموني ووكلوني. ايوه. وراحوا عاملين لي تمثال الحاج وهبه منقذ المدينه. اللهم صل على النبي. ده التمثال ده في في زبطه. زباطه في اول زباط. زباطه وانت رايح اسوان كده على ايدك الشمال جنب البنزين. جنب البنزين. يا جدع بقول لك كنت زباط. قاعد مع واحد دلوقتي عمال يكذب كان هيحرقني. عارف يا ساتر. حاج وهبه كلامك ده بيفكرني بنفسي زمان. اللهم صل على النبي يا حجاج. بس اهم حاجه بالله عليك يا حجاج ما تكذبش. يا جدع انت مش سمعت ان انا كنت مسافر من السنه اللي فاتت برضه؟ ايوه. دك عم نوه. اهدك عم نو. هو أيوة. انت انت كنت رايح ابو قرقاص. لا ده دك عم نور كنت مسافر دوله بر. اللهم صل على النبي. وركبت لك الطياره يا حاج وهبه انت وما ركبت ادراك الطياره انت. امال ايه ده بتقول لك وركبت لا لك يا اخويا الطيارة. ماسك زماره. يا ده هي اللي بتقول فر. ما الواد وركبت لك الطياره يا حاج وهبه وافتح لك الشباك كده. فتحت شباك الطياره. ايه ابص الاقي لك فيه حمامه طايره وهي طايره في الجو مسكين خلاص بتضح. الحمامه واقفه على جناح الطياره وبتضحي. ده هي ماشيه جنب الجناح. المشكله مش كده يا حاجه. ايه شفت بقى اللي حصل بقى؟ في فتحه الشباك بتاع الطيار. لا ده انت تعرفش اللي حصل بقى. خد الكبير. الدين. انا نطيت من الشباك لقمت الدحيه في ايدي ورحت في سرعه البر رحت ناطط جوه تاني قبل الطياره ما تفوتني. شفت بقى؟ والطياره كانت ماشي. لقمت البيضه بس اللي زعلني بقى البيضه اتكسرت في ايدي بعد ما نقلت. اخ يا ابو دحيه. شفت بقى؟ اعوذ بالله يا اخي. امال ايه انت يعني؟ راجل تستاهل كل خير قسما بالله. شوف شفت الحنين.